الطفل اليمني موسى الأهدل الذي لم يتجاوز 13 من العمر لم يستطع استذكار دروسه بفعل انطفاء الكهرباء المتكرر وانعدام المشتقات النفطية، فابتكر جهازا يولد طاقة الكهربائية بلا مشتقات نفطية، ما ألحقه بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أب كأصغر طالب على الإطلاق. وعندما كان بحاجة إلى من يتبنى مشروعه قدم من محافظة أب إلى صنعاء لهذا الغرض، لكن أحدا لم يهتم باختراعه الفريد. التقرير مع مراسلنا من اليمن نبيل اليوسفي. لم يجد من يبرز اختراعه، فقدم من مسقط رأسه بمحافظة إب إلى صنعاء حاملا ابتكاره معه. الطفل موسى الأهدل أديسون اليمن الذي لم يتجاوز 13 من العمر أجبره انقطاع الكهرباء المتكرر وانعدام المشتقات النفطية إلى ابتكار جهاز يولد الكهرباء بالطاقة الذاتية وعلى مدار الساعة. لأن الكهرباء تطفى دائما كل مرة، يعني ما شفت يوم يولعت من الليل، يعني كل يوم أنا جالس على الشمعة. قلكم جيت لي فكرة، قلت أصلح موتور صغير يكون يولد كهرباء صغيرة، عبارة عن يمكن أقص 4 أشهر عادي المشي، يعني أحقق حلمي يعني. نبوغه المبكر في مجال العلوم لفت أنظار الكثيرين إليه، بدءا بالمدرسة ومرورا بالمنزل والحي وحتى في الصحافة، إذ تفاجأ جيرانه وأسرته بطفل أضاء منزله بالكهرباء دون مولدات ولا ضجيج. ولم يكن ذلك غريبا على الطفل موسى، فقد تنبأ له معلموه وخبراء دوليون قابلوه سابقا بالعبقرية والنبوغ العلمي. وجدنا أن الطالب موسى لدينا بالصف السابع الابتدائي، في الصف السابع طالب مميز، ولاحظنا أن لديه فكرة، لديه اختراع موتور كهربائي. استمد الفكرة من الانطفاءات المتكررة داخل المدرسة وداخل المنزل. الجهاز الذي اخترعه الطفل موسى بالحركة، حيث تستمد المروحة طاقتها من بقايا الشحنة الكهربائية في أحد الخازنين، بينما تقوم بتزويدها مرة أخرى إلى الخازن ذاته ومنه إلى خازن آخر، منتجة طاقة كهربائية كبيرة. طبعا الجهاز يشتغل، يعني شغل الجهاز يعتبر بدون أي مصدر من مصادر الطاقة، يعني أو المشتقات النفطية. يعني طبعا احنا مستغنين عن هذه الأمور كامل، يعني حركة تولد لك كهرباء. اختراع موسى العبقري ألحقه بكلية الهندسة والعمارة كأصغر طالب على الإطلاق فيها، متجاوزا مرحلة الدراسة الابتدائية ومتفوقا في اختبار القبول الذي وضعته له الكلية، وهو اختراع يضاف إلى اختراعات سابقة له جمع أدواتها من بقايا لعب خاصة به ومن أسلاك أدوات منزلية معطلة. درست 4 أشهر يمكن شهرين، واختبرنا اختبار تجريبي، وكنت أصغر طالب بالسن. بالاختبار طلعت 39 من 40 بالتجريبي. على الرغم من استقبال منظمة إبحار بصنعاء للطفل موسى واختراعه، إلا أن ذلك الاستقبال لم يحقق للطفل طموحات مشروعه التي جاء من أجلها. ما يحتاجه الطفل موسى هو الدفع باختراعه الصغير نحو تحقيق طموحه الكبير في إنتاج الكهرباء بواسطة الحركة الذاتية، وذلك للحد من أزمة الكهرباء التي تعانيها اليمن. نبيل اليوسفي، أخبار الآن، صنعاء.